السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشنا جدا 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 حبايبي. النهاردة حبيت اعمل فيديو مين يعرفني اكتر ما بين فارس وما بين ابراهيم، واشوف مين فيهم يعرفني اكتر. وكتبت لهم حبة اسئلة هنا على الموبايل علشان خاطر ابقى حاضر ذهني فيهم، ما اقعدش افكر وابقى محضرة الاسئلة، وهشوف مين فيهم يعرف مامته ولا زوجته. هنشوف الاب ولا الزوج هو اللي هيبقى عارفني اكتر. زوجته ولا حبيبته؟ كله على بعضه. ماشي. تمام. هنبدا باول سؤال بقى. مش عايزين غش، ها؟ كاتبه الاجابه؟ لا طبعا. طيب امال ايه بقى؟ غش ايه؟ غش السؤال؟ ما تغشوش مني. طب يلا. طيب اول حاجه، ايه اكتر لون انا بحبه؟ اكتر لون انت بتحبيه؟ طب انا اجيبها منين دي؟ جيبها منين؟ جوجل على طول، جوجل اكتب على جوجل. خلصت. انا بحب الاسود طبعا. بجد؟ انت كاتب ايه؟ اسود. الاثنين وانا يا جماعه برضه لوني المفضل قوي الاسود. طيب نورا بقى هي اللي هتمسك الورقه والقلم وتعرف بقى ايه. سيد عامل 1-0 ليا مثلا. انتوا الاثنين تعادل. تعادل. قولي غيره. طيب اكتر سوره بحبها في القران؟ يس. استني. ايه رايك؟ ماما بصي اقول لك الاجابه من غير ما يعرفوا. لا. قولي. اكتر سورة صح يا ماما؟ بحبها في القران، دايما بشغلها. انت بتسهلي له الموضوع. طب انا اجابتي صح؟ انا خلصت. خلاص. احنا عارفين. قول يا ماما. اقول انا يا ماما. اقول سورة سورة البقرة. صح. انتوا الاثنين؟ اه. احنا عارفينك. احنا عارفين. دي انت بنتنا باين في يا الكاميرا يا ماما. نورا. ايوه. ده انا واضحه واليوم وانا ما اعرفش. دي انت بنتنا يا اخي. طب مين قدوتي؟ في مين ايه؟ قدوتك؟ في ايه بالظبط؟ عامة؟ عامه. مثلا ثواني. ماما اوعى تقول مستر محمد. مستر احمد، سيدنا محمد صح. صلى الله عليه انت كتبت وسلم. ايه؟ سيدنا محمد. الرسول. مظبوط. صح يا ماما. طب ما تظهروش اجابتكم لما انا اقول. ايوه. انت كده بوريهم مش اللي شايفه. أنا انت ثقة. كده مش شايفه. طيب انا بحب الخروج ولا لا؟ انا اجابتي الصح. مش نورة كنت بقى قالت نور صح. ممكن ما خلينا احنا شافتش ما خلينا حدش احنا شاف. الثلاثة في الفيديو بعد اذنك. نورة جاوبتها صح. لا انا بقول لماما. الظاهر انا واضحه جدا ليكوا كلكم. مش عارف. بس نجرب. حاسه ان في حد هيفشل المره دي. يلا. طبعا بحب الخروج. وانا قلت وانت 1-0 ليا. ايوه. ابراهيم يعرفنا اكتر من ابني. مش عارف. طيب واحد كده اللي زيرو فارس. طيب ما بقول لك يا ماما تعالي اخرجي معايا ما بتقوليش ليه؟ لا يا حبيبي انا بخرج بالعربيه ما بخرجش مشي. طيب اكتر مكان نفسي اروحه؟ والله انا شكلي واضحه عليكم كلكم. انا عرفت الاول. قولي يا ماما. ازور النبي على الصلاة صلى الله عليه والسلام. وسلم. ايوه صح كعبة. كده. ايوه صح. يا جماعه لا مش ممكن كده يعني. مش ماما نفسها ممكن فعلا تزوري الكعبه. للدرجه دي انا واضحه. طب ايه المقوله اللي بعد كل صلاه بحب اقولها؟ اللي بيسمعني بقى طبعا انا بقولها، اسمعكيش. بس ماليش دعوه. بعد كل صلاه على طول لازم اقولها. الصلاه على النبي كامله. لا. دعاء يعني؟ محدش عارف استني اقول؟ لحظة بس. المقولة اللي انت بتقوليها بعد كل صلاة؟ بعد كل صلاه مباشره، وبعلي صوتي احيانا واحيانا بقول بصوت واطي بس مسموعه يعني ومعروفه. لا ما خدتش بالي. الصعب ده. المقولة اللي انت بتقوليها بعد كل صلاة؟ انت بتسمع؟ لا 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 انت بتبقي في الاوضه يا ماما. انت بتصلي. انا في الاوضه التانية. عارفه انا ازاي؟ انا مش عارف.
انا كنت بصلي جنبك وبتسمعيها وبصلي جنب فارس وبيسمعها. لا، انا القوه دي الثلاثه عمري ما سمعتك بتقولي حاجه بعد ولا انت على والله طول ما العظيم اعرفش انك انت بقول. خلصتي اصلا. بقولها وبقولها كمان في احيانا كتير. طب قولي مش عارفين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا راجل دبر كل صلاه. طبعا لا حول ولا قوه الا بالله، كلمه جميله. ماشي كده ايه؟ تعادل. واحد كده صفر ليا. انت برضو لسه واحد. يلا غيره. طيب ايه المقولة اللي لما بزعل بقولها او لو حصل لي حاجة صعبة لازم اقولها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لا لا حول ولا قوة إلا بالله. ايوه صحيح. طب انت بتقول لي هو احنا هنا ايه؟ كده 2-0 ليا. انت عرفتها؟ 2-0 ليا. يعني لا حول ولا قوة الا بالله ديت. أيوة. لما بزعل جدا يعني معرفش بمسك فيها وافضل اقولها يجي مئات دي المرات. جميلة يعني جميلة سبحان الله. لما الله يرحمه ويسامحه، يعني حد عايز عليا جوز اختي الله يرحمه يا رب ويسامحه، جوز اختي الكبيره لما توفاه الله يا رب لا ازكيه على الله ان شاء الله باذن الله من اهل الجنه وهو كل امواتنا يا رب. إن شاء الله. ان شاء الله. كنت ماسكه فيها وبرده لما بصلي لازم اقولها. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دي حاجه جميله جدا وبلتزم بيها. طيب ايه المقوله اللي لما بخاف من امر لازم اقولها؟ يا ستار. أنا قلت لك التحدي ده معانا إحنا. هي بتقول أنا أقول؟ انت ما تعالى اقعدي تركزش مكاني. معاها. انت ما هي برضو بنتي ونفسها تعرفني ان هي عارفاني، انت ما تركزش معاها. ممكن بعد إذنك عشان الناس ما تزهقش، إحنا الثلاثة في التحدي. ايه المقولة؟ انا بقول يا ستير. لا. قولي. اللهم اجعل من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. انت ايه كاتب ايه؟ ده انا على طول بقولها لك. ده انا على طول بقولها لك. 1-1. 1-1 ماشي. والله مش عايز امسح. تعبت في كتابتها. يلا. طيب ايه المقولة اللي كنت بقولها وانا صغيرة وربنا كان بينجيني؟ وفي كلها مقولات. كتبت. ابراهيم عارفها طبعا. يا يا ستير او يا ستار يا رب. يا ستير كانت بتقول يا ستير. بصوا اقول لكم حاجه صغننه كده والله العظيم اقسم بالله. كده 2-1. والدي كان عصبي جدا وكان بيربينا ربايه زمان كانت شديده الله يرحمه ويسامحه. ما فيش حاجه كانت تفوت كده، لازم كل حاجه وليها عقاب. الله يرحمه. ما كانش بيربينا ربايه، كان ربايه ميري شويه عشان هو كان شغال في المصانع الحربيه. الربايه كانت صعبه شويه فما كناش كنا بنخاف بجد. انا بقى لما الاقيه جاي وانا عامله نصيبه او مش عامله نصيبه وانا صغيره والله العظيم ما كان في نصايب والله. بالنسبه للي بيحصل دلوقتي من الاطفال او من الشباب او من الاولاد على اهاليهم، دي المصايب وبتعدي. لكن زمان ما كناش بنعمل حاجه وكانت بتبقى نصيبه يعني. المهم كنت لازم التزم وانا طفله اقول يا رب استر يا رب استر يا رب استر يا رب استر يا رب. اخش على بابا والله العظيم 3 تعالي يا فوق او مش عارفه ايه وبابا حبيبي ولا كأن في حاجه حصلت. والله كأن ما في حاجه حصلت. الحمد لله يعني من ساعتها وانا ملتزمه بيها يعني الحمد لله. سبحان الله. طيب ايه اكتر مكان بحب ارتاح فيه؟ ده في ايه بالظبط؟ خروج يعني؟ لا هنا في البيت؟ لا حول ولا قوه الا ما هو بالله العلي اكتر العظيم. مكان. يا حبيبي اكتبوا اللي انتوا شايفينه وانا اقول وانتوا نشوف مين الاجابه الصح. اكتر مكان بتحب برتاح فيه. ده بيسالوني وانا هقول بقى ولا لو التانيين يروحوا كاتبين. انت لازم تقولي فين بالظبط. اكتر مكان برتاح فيه خلصت؟ البيت. والله كنت عارفاها. في غرفتي. البيت. 2-2. ما انا كتبت برضه. انت صح.
انا اللي وانا صح. صح. لا مش فلورا انا في البيت عامة ماشي في البيت. نحسبها لهم صح يا جماعة. 2-2. لا 3-1. لا ايه ده؟ 3-2. لا 2-2. انت شايفه ايه؟ ماشي اوكي مفيش 2-2. مشاكل ماشي. طيب اكتر حد مقرب لقلبي من صحابي؟ انا عارفه. نو. من صحابك؟ انا مش عايزه اقول من كذا عشان هتتعرف، فانا اقول من صحابي احسن. اكتر حد مقرب انا كتبت. ثواني. انا اكتب 2. لا وانت اختار. واحده بس. ماشي. انا برضو عارف 2. اكتر حد مقرب ليا جدا 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 وبحبها قوي 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 قوي. ماشي. انا بحب كتير بس هي دي يعني اللي غطت على كل حد يعني. قول يلا. ام احمد. ايوه. وانت كتبت ايه؟ ام محمود. ام احمد. ام محمود ايه؟ وريني انت كتبت ايه. ام احمد عشان دي غاليه علينا كلنا. وام ابراهيم برضو. ايوه ام ابراهيم. انا كنت اكتب ام ابراهيم لو هي قالت اختيارين. بس ام احمد يا جماعه بقالها فتره اكتر معايا اكتر من ام ابراهيم. ام ابراهيم بحبها طبعا بس هي ام احمد قديمه شويه. ام احمد ربنا دي. يديها الصحه يا رب. ورقيه حبيبتي. ام احمد دي مش حبيبتك انت بس. انت عارفين رقيه بنتها دي بتعمل اسمعي انا ايه؟ بتكلم. اتفضل. ام احمد دي مش حبيبتك انت بس. ماشي. اقسم لك بالله حبيبتنا كلنا قسما والله بالله. فعلا. واحنا والله. بنحبك جدا يا ام احمد يا اختنا يا حبيبتنا غاليه علينا. رقيه بقى بنتها بتعمل عسل. ايه بقى؟ عسل. عندها كام سنه؟ 4 رقيه سنين. تقريبا 4 سنين. شوفوا بقى بتعمل ايه. رقيه بقى بسم الله ما شاء الله عليها الصغنونه دي تعمل ايه؟ اول ما بننزل فيديو هي بيجي لها اشعار هم بيبقوا نايمين. لا رقيه بتكتب في السيرش بالبق عايزه قناه ابراهيم ووفاء. دي حاجه تانية. طب قولي كنت هتقوليها يعني؟ بس هي لو احنا بننزل الفيديو الساعة 6 الفترة دي احيانا ام احمد بتبقى بيبقوا عندها نايمين. قيلولة يعني كله بيبقى بيحبوا نايم. يناموا شوية بعد العصر. المهم اول ما الفيديو بينزل تصحيهم كلهم. لو فيديو جديد. قوموا ده في فيديو جديد نزل. وتصحيهم كلهم. اما بتبقى قاعدة مع نفسها بقى وهم قاعدين تروح جايبة السيرش كده وعاملة الصوت بالفويس. ما بتعرفش تكتب عشان هي صغيرة تروح جايبة الفويس تقول تقول عائلة نون الجواد او ابراهيم ووفاء. او اي حد او مننا فارس اسمر. تروح جايبه بتقول بتقول لما فارس بشوف فيديو جديد انا بنزله. تروح جايباه وتقعد صح تتفرج البيت. عليه ويروحوا يبصوا عليها يلاقوها بتتفرج على الفيديوهات بتاعتنا. يعني حبيبه قلبي يا رقيه يا رب اشوفك دكتوره يا حبيبه قلبي ما شاء الله عليها ذكيه جدا. ربنا يحفظها ويحفظ لكم كلكم يا رب ولادكم. امين يا رب. مين افضل مقرئ انا بحبه احب اسمعه؟ افضل مقرئ لو عرفت دي. مين كتبته؟ العفاسي. انا كنت والله قلت لك كده صح. صح انا كنت اكتب كده. والله قلت لك كده من ورا الكاميرا. انت كتبت ايه؟ عبد الباسط. وانا كتبت عبد الباسط لان انا بحبه. بس وانا صغير كنت بسمع بابا وماما بيسمعوا لعبد الباسط. بموت في العفاسي وهو في سورة يوسف وهو بيقول جاءه قميصه بدم كذب. ياه. وجاءوا بقميصه وجاءوا على قميصه بدم من كذب. أيوة. ويقول من دم كذب. دي بتقشعرني ايوه وانا يا نهار ابيض. وبحب برضو تانية شيخ كده كفيف اسمه عبد الله. انا مش متذكره اسمه عبد الله. هو كفيف صوته ده فظيع. مليان شويه. فلسطيني هو. معقوله؟ عارفه. انا اسمع ان هو من مصر. مش عارف انا في واحد مليان كفيف بسمعه فلسطيني هو. اقول لهم تابع اللي في ايدك ده عشان محدش يتخض ويسالوك. انا كنت بعمل لابني يا جماعه. خشوا على الانستجرام انا منزله. والله بصوا والله عملنا حته مقلب في نوره. لو كنا صورنا بس هي كانت بشعرها ومرناش وعيطت.
وخافت عملنا على ايد فارس. فارس، وهو فارس دخل قال لها ايدي اتعورت وكده. بشوفوا منظر على هو ما قاليش كده الانستجرام. بالظبط، ده على هو الانستجرام انا كنت قاعده في انستجرام. الاوضه. لا انا كنت قاعده في الاوضه، لقيته بيقول لي هاتي مناديل بسرعه. قلت له في مناديل بره، ما بديش حد مناديل دي. فهو ايده عامله كده وشكله كان تعبان، رحت طلعت وراه قلت له في ايه، ومعايا كيس المناديل. ايدي كانت عامله ازاي؟ من ورا ظهرك كده ومخبيها. قلت له يا ابني في ايه، ودخل على اوضه ماما وهما كانوا قاعدين بره. قلت له في ايه، قال لي تعبان شويه. قلت له ده في ايه، راح وراني ايديه. انا مت رميت المناديل من ايدي، رحت شلت حبه بسرعه المناديل عشان اوقف له الدم يعني. وانا بقول لها مش عايز. وانا جيت بالكاميرا وكده، اول ما لقيتني بالصور قالت لي انتوا عاملين فيها مال، وقعدت تعيط جامد وكانت بشعرها. لما شافت منظر ايديه كان صعب جدا. بس ان شاء الله المقلب ده هنعمله في حد تبعنا برضه. لا هو تبقى صعب. يلا بس لو محدش شاف الفيديو. طيب ايه الحاجه اللي كنت بخاف منها وانا صغيره وكنت بتخانق مع اختي الكبيره عليها؟ بتخافي منها كنت بخاف منها جدا وانا صغيره. وتتخانق مع اختك الكبيره عليها؟ لما كانت بتعمل عكسها. حاجه كنت بخاف منها وانا صغيره. بتخافي منها؟ ايوه خاف جدا. دلوقتي ولا الضلمه ما تخوفش. ونارة الضوء. كنت عايز النور منور اهو. بلاش عرفنا انا بالكلام ده. والله حكيت والله، بس انت مش مركز معايا. لا انت ما حكيتليش. باباك اهو. انت حكي لبابا اكيد. حكيت لكم كلكم. لا احنا بنقعد على سرير نقعد نتسامر زمان كذا والنهارده كذا، ونقعد نتسلى ونقعد نحكي على بابا وماما وباباها ومامتها. ذكريات كده سبحانه وتعالى بين الزوجين كده، في ألفة كده، في حاجات ترجع وحاجات تقعد تحكيها لمراتك، قصص دينية. وانا كنت بحكي لها قصص دينية كانت بتشاب الشعر. طيب ايه اكتر حاجه كده كام انت انت مش حاسبه؟ 4-2 ماشي. انا واثق فيك. انا واثق من الفوز. يلا قولي. ايه اكتر حاجه ما بحبهاش؟ في ايه بالظبط؟ ايه ده؟ اكتر حاجه ما بحبهاش. في حاجات كتير ما بحبهاش، اكتر حاجه ما بحبهاش جوزها بقى. اكتب ايه؟ اكتب الف. اكتر حاجه ما بتحبهاش. انت ما بتحبيش اي حاجه فيها حرام يعني، اي حاجه حرام ما بتحبيهاش. بس في حاجه اكتر حاجه. طبعا دي ما اي واحد ما بيحبش الحرام. طيب بلاش اسهلها لهم. لا انا كتبت. اسهلها لهم. لازم انا كتبت. اكتر حاجه ما بحبهاش في البيت. انا كتبت في البيت ولا في الشارع؟ اكتر حاجه في بتحبها البيت. اكتر حاجه ما بتحبهاش في البيت؟ بتضايق قوي قوي لو حصلت. انا حاسه ان انا عارفاها. يعني الخناقات ما بحبهاش في البيت، بحبها في الشارع. انت بتقول ايه؟ لا انا عرفتها عمري. النظافه. صح؟ ماما صح؟ صح انا؟ العكس. يعني كده الحرام بقى. قولي لهم بقى. كده انا بسهل طب لكم. ثواني. انا كتبت وكاتب. لما بلاقيهم وسخوا لي الدنيا طبعا. بس اكتب الاتساخ. خلاص ما انا انا كتبت الكذب. ايه ده؟ لا دي صفات، لكن انا في البيت انا سهلتها لكم. اكتر حاجه بكرهها في البيت. ما هو الكذب ممكن يبقى في الشارع. هي بتقول في البيت. كذب في اي مكان مظبوط. انا ما بحبش فعلا الوسخه. انا قلت الاغاني بصراحه. هو مين بيحب الوساخه في البيت؟ انت ليه بتقولي دي؟ يعني انا كاتبه حاجه كده، يعني ليه كده؟ ايه انت قلت ايه يا نور؟ كده 4-2 زي ما احنا. 4-3. 4-3 ليه بقى؟ انا كنت هكتب والله الاتساخ. لكن انا ما كتبتش. طيب هي ما قالتها. طيب ماما 4-3 ماشي. ايه الاكله الجميله قوي الحلوه، مش اكله، الحاجه الحلوه او الحاجه الحلوه اللي الناس اغلبيه الناس بتحبها وانا دلوقتي ما بحبهاش؟ اكله حلوه؟ اغلبيه الناس دلوقتي بتحبها وانا كنت بحبها زمان ودلوقتي مش قادره اكلها. انا عرفت. يا نور قولي لهم. لا محدش شايف. خلاص كتبته. كنت بحبها زمان وكنت اشتاق ليها زمان، دلوقتي مفيش. الجاتوه والتورت. انا كتبت الاكل عمال. ماما بتقول برافو. فرد كتب الجاتوه. انا لا قلت التورته. عشان نورة قالت اصلا.
كده بصوا مش نورة ما قالتش. قادرة. أنا لا ما قلتش نورة ما قالت. قلتش كنت جاتوه. قلت جاتوه. تورته. انت ممكن يعني نورة قالت قولي. تورته. انا قلت تورته ما قلتش ده تحدي ثلاثي مش عامة رباعي. هي التورته او الجاتوه هي الاتنين مكون. انا بحبه اكتر يعني قولوا. خلاص تعالي انتوا اقعدي معاها واحنا مش هنتكلم. مش مشكلة، هي بتقول لي انا انت ما تيجي تركزش نورة معايا. مكاني؟ ما ممكن تقول غلط وانت تغش منها، انت خليك في اللي انت تعرفه عني. طب يلا كده كام يا نورة؟ كده 4-4. ايه اكتر كلمة بتسعدني؟ كلمه كده. ايه اكتر حرف بحبه؟ طب خلاص، اكتر كلمة بتسعدني ابوك بيقولها لي. نقول ايه؟ ايه بتقولي ايه؟ تاني. مم. ايه اكتر كلمة بتسعدني لما انت بتقولها لي وبحس انك انت رايق؟ انت مش مذاكر ليه يا بابا؟ بس بيغش مني. انا قلت غلط على فكره. مش مذاكر ليه يا حبيبي؟ ايه اكتر كلمة حلوة نورة بتقولها لي؟ يلا يا ماما جاوب. اقول. هو ايه بقى؟ اما انت بتيجي ماما نورة بتقول لي كلام حلو، قولي بقى. بتهيألي مفيش ولا كده. يلا كلام بابا بيقولوا لي كلام، عرفني. يا بابا ما بيقولوا قدامكم. كده. فوقه. ايوه ايه ده؟ ايوه ايوه. والله العظيم ما اعرف. فوقه. فوق. ما اكيد انت هتبقى عارف. ازاي انت بتقولها لي في السر؟ انا عرفت ان دي انا قلت لماما تعالي، قلت لماما لما بابا يقول لها تعالي نروح، انت برضه سكتها بقى. كده كام؟ كده كام؟ 5 كده كام؟ 5-3. اه ايه ده؟ امال ايوه ايه؟ 5-4. لا 5-4. كان كنا كان 4-4. الاول كنت 4-4 دلوقتي ماشي 5-4. ماشي. ايه الهديه اللي نفسي انتوا تجيبوها لي؟ انا عرفت. انا عارفها بس مش عارف اسمها. اكتب راي ولا اسمها ايه؟ لا. مش اكتب راي هنا. اسمها ايه بس انا عارف. انا مش عارف اسمها ما نسيت. تقوليش حاجه واسكتي. حاضر. حاجه نفسي، جهاز نفسي تجيبوهولي. شاء وبرضه الله ليا انا هجيبها. كمان، مش انت لوحدك. مش عارف اسمها ايه الناس اسمها. يعني انت عارفها؟ ايوه. طب قول لي بتعمل ايه؟ ايه وظيفتها؟ بتعمل الرز او حاجه. لا احنا جبناها لها دي. ايه دي؟ ايه؟ لا طبعا. ها. لا لا ما ما شايفاها تمسحش كده. ما تمسحش. هتبقى ايه فارس؟ انا قلت جهاز، ما بقولش عده، ما بقول تمسحش. جهاز. مش همسح. اقول انا؟ اديني فرصه. انا والله خلاص غلب حماركم. ثواني. ليه هاند بلندر دي؟ ما اعرفش. حاجة زيها؟ خلاص انت كتبت وانت ما لا، لا، عرفتش. لا. قول يا نور. العجانه. برافو عليكي، نورة تكسب. طب اديها بقى واحد يبقى كام بقى؟ لا هي نورة تكسب، بس انتوا زيرو كده زيرو. كده 5-4-1. العبوا فين؟ قولي. ماما هتجيبي لي العجانه قدام الناس دي؟ دول داخلة بنفر معانا. خلاص كده، خلاص؟ خلاص هنطول على الناس اكتر من كده. نبقى نعمله جزء تاني ان شاء الله. ما خلص طبعا، استكفينا بهذا القدر كتير قوي. يعني انا مش عايزه اطول عليكم والله العظيم. بس انا عرفت اكتر منك صح؟ لا انا اللي عرفت اكتر منكم انتوا الاثنين. بجد نوره وبجد والله العظيم عرفتني اكتر منهم هما الاثنين، وهي كانت بتقول الإجابة من ورا الكاميرا. بسم الله ما شاء الله. بس مش مشكله. هو بس استني ما اوريهم العضلات. استني ما اوريهم العضلات. وريهم العضلات يا اختي. نورة اللي كسبت كده معانا. هي نوره وبعد كده ابراهيم وابني يا عيني، ابن الحيله، ابن الحيله اللي طرد امه بره. طب بصوا يا جماعه، وهو في الكواليس مش عارف انزلها لهم ولا ايه، وهو رايح يطردها اول مره بيمسك ايديها وماشي يطردها، فقال لها انا مش قادر يا ماما وراح حاضنها. مش قلنا له يا ابني ده تمثيل؟ وعيطنا بجد الموقف يا جماعة كان قلنا له ده تمثيل وكده. نبقى ننزل الكواليس. ولحد دلوقتي بنتي نوره لما بتشوفها جوه تطلع لي معيطه، تقول لي يا ماما انا مش عايزه اتفرج على الفيديو ده تاني، مش قادره، ما بتحملش ومش عارف كده.
اللي ما شافش الفيديو يروح يشوفه يا جماعه على قناه عائله نون الجواد حبايب قلبي. والمشهد عدنا بدل المره 5 يا ريت كنا والله عارف والله يا ريتنا كان الكواليس دي كنا نزلناها والله. هحاول اقصقص منها كده ومنتجها واحاول لو ظبطت انا ان شاء الله والله. والولد ابن اختي لما كان فاطس على نفسه من الضحك حاجات كده، وانا وخالته مش قادره اقول لكم. كان بنعيد في المشهد اللي هو بتاع اللي هو بيذاكر فيه ده 5-6 مرات. ابقى انا حاطه راسي كده ونايمه وهو نازل ضحك وانا ابقى مكشره من تحت. والمخرج بقى ايه ده؟ ومخرج هو ده المخرج كان متنرفز حرام عليك يا ابني، حرام عليك، عدنا كذا مره انا تعبت والله العظيم. ما تعرفوش احنا بنتعب قد ايه عشان نوصل لكم الحاجه زي ما انتم شايفينها كده. فاحنا محتاجين دعمكم برده شويه، معلش انتوا هتتعبوا معانا باذن الله. اتمنى طبعا تاخدوا الفيديوهات بتاعتنا شير عشان الناس يعني شرف لينا طبعا، عشان اكتر الناس ويتشاف على اوسع مدى. الله يبارك لكم يا رب. وبرده هيبقى في ميزان حسناتكم، لان لازم الحاجات ديت ناس كتير تشوفها. النوع من الانواع الفيديوهات ديت يعني بتهدف لامر معين، فاحنا عايزين الناس كلها تستفاد منه حبايبي. وكده الفيديو خلص، يا رب اكون خفيفه عليكم. ولو عجبكم الفيديو قولوا لي ونعمل لكم جزء جديد. وبرده لو عجبكم نخلي ابراهيم مكاني وانا وفارس او انا ونوني، وبرده هو يعمل مين يعرفني اكتر. وبكده هقول لكم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.